سيد زهران، كيف ترد على المتظاهرين السوريين الذين خرجوا في معظم المدن السورية وهم يحملون لافتات تقول الإعلام السوري كاذب كاذب كاذب، وهم بمئات الآلاف، هم على الأرض، هم يشاهدون كل شيء، هم يتابعون الإعلام. يعني أنا بدي أسألك، كيف تفسر لي حالة الإنكار عندما تشاهد الإعلام السوري تأخذ الانطباع بأن لا شيء يحدث في سوريا؟ الشعب السوري لا هم له إلا أن يشوي اللحم وهو موجود في المنتزهات. يعني اليوم يعني كان هناك أكثر من برنامج على التلفزيون السوري عن مذبحة دير ياسين في فلسطين، بينما كان يذبح الشعب السوري في إدلب وفي دير الزور وفي حمص وفي حماة. بربك يعني كيف تضحك على الناس؟ هل لك بوارد انه احكي عن مذابح فلسطين والشعب السوري يذبح؟ لا يا دكتور فيصل، حالة الإنكار كيف ترد؟ دكتور فيصل، تفضل. اولا انا اربأ بك ان تصل الى هذا الدرجة. يا سيدي ما تربأ فيي، جاوبني على السؤال وما تعطيني دروس اخلاقية. عم بسألك سؤال جاوب عليه. تفضل. لحظة، أولا مذبحة دير ياسين هذا شرف لسوريا وللإعلام السوري، ومذبحة دير الزور ومذبحة حماة ومذبحة إدلب والمذابح، الناس اللي عم تقتل بالآلاف باليوم. على مين عم تضحك؟ مذبحة دير ياسين ليش ما تعمل وهذا الدم الفلسطيني هو دمنا. أرجوك لا تشوش علي. مذبحة دير الزور، مذابح إدلب، والناس اللي عم تنتشل من تحت الأنقاض. بتحط لي الكاميرا عن دير ياسين؟ هذه كاتشب بس تخلص خبرني. تفضل. اولا الدم الفلسطيني هو دمنا وهو جزء من دم الشعب السوري. الدم الفلسطيني والدم السوري. أن تحيد تاريخنا وموروثنا وثقافتنا. لقد عشنا على فلسطين ونموت على فلسطين ونتاجر بفلسطين. والله ده فلسطين، يلا تاجر بفلسطين. تفضل. أي فلسطين يا رجل؟ فلسطين أوان فلسطين. بالنسبة لك فلسطين لأنك تسكن في قتل من السوريين أكثر من 1,000,000 من فلسطين. فلسطين أصبحت أمرا سنويا. أما بالنسبة لنا فلسطين هي أرض الرباط وهي أرض العودة وهي القضية المركزية، وكل التفاصيل الباقية مجرد تفاصيل تافهة. مظبوط، مئات الآلاف تافهين، مئات الآلاف التي تقتل تافهة، مئات الآلاف تشرد تافهة. المركزية. ويسجل للإعلام السوري أنه يستحضر فلسطين وأنه يذكر فلسطين. لن نغير فلسطين على حساب أي مشهد آخر. لا يا دكتور فيصل، ظننتك أنك ستأكل الكتف من مكان آخر. لقد دخلت في المكان الخاطئ. خائن دغري، خائن وعميل. عميل، كل واحد ما بيصدق أكاذيب يكون عميل. صار كل واحد ما بيصدق أكاذيب يكون عميل. تفضل. عميل. الآن بين